105,000 بيت وتصرف عليها ويبان العيب سنة 68 بعد الهجرة بأربع أو 5 سنوات إن هذه الأرض لا تصلح للبناء، وتقوم الدولة تستنزف مواردها المالية لبناء مساكن في هذه المنطقة واستصلاحها كل 5 6 سنوات من سنة 68، وكل كلمة بقولها موثقة. إذا إحنا أهل مصر، سيبك من دول النوبيين أو جعفرة أو عبابدة أو بشرية، كلنا نسيج هذا الوطن في محافظة أسوان. تعدادنا 1,350,000 في محافظة أسوان، كلنا واحد. تعداد النوبيين 30% في هذه المحافظة الجميلة، لكن يعلمون ويقفون بجانبنا العبابدة والبشرية والجعفرة والعرب ليعلموا إن إحنا أصول أسوان، أصول مصر. من أجل ذلك ال 105,000 بيت بيتم عمل إحلال جزئي وكلي وترميمات. إيه ده؟ أول مرة أشوف في حياتي، أو أي إنسان مهندس ناجح يعرف يعني إيه ترميمات كلي وجزئي وترميمات. من سنة 68 والدولة تستنزف مواردها المالية في هذه المنطقة. نضيف على ذلك إن أهالي النوبة على بحيرة السد، على بحيرة النوبة من سنة 1902 كانوا يملكون ويزرعون 53% من أهالي النوبة، وكانوا يشتغلون في التجارة، في تجارة البلح وصيد الأسماك عدد قليل منهم. فإذا هنا كانت الموارد متاحة كلها، ما كانش فيه هناك بطالة ولا عنوسة مقارنة مع نصر النوبة. نصر النوبة حاليا إذا كنا قلنا إن في 53% بيزرعوا ويفلحوا وهجرناهم، الدولة هجرتهم داخل منطقة لا يوجد فيها نيل ولا يوجد فيها تنمية ولا يوجد فيها أي شيء حتى يومنا هذا، اللي بيزرعوا 3%. حتة ال50 سنة اللي مرت دي كان لازم يتضاءل فيها اللي بيزرعوا، خصوصا إن هم استلموا الأرض الزراعية بتاعتهم بعد 10 و15 سنة لكي الدولة تستصلح الأراضي. أنا عايز أوضح إن كان زمان ما فيش فيه بطالة. تعال بص دلوقتي البطالة على مستوى مصر 24%، على مستوى نصر النوبة 45%. العنوسة على مستوى مصر 7.7، العنوسة على مستوى نصر النوبة 35%. احنا مش بنقول، احنا بنوضح رؤية بالأرقام وبالإحصائيات، وعندنا رؤى أكبر من كده لما نروح لكل قرية ونقعد مع العمداء والمشايخ والقيادات الشعبية والطبيعية وهم أصلنا. وإذا كنا احنا هنا اتولدنا وجينا وقعدنا في القاهرة والسويس واسماعيلية وبورسعيد واسكندرية، هتلاقوها كلها لا مناطق بحر يا نيل، وكلهم قاعدين حوالينا بحر يا نيل من كتر ما هم مرتبطين بالبحر أو بالنيل. عايز أقول حتى أهلنا اللي موجودين، نصنا التاني اللي موجود في شمال السودان اللي هم فعلا أهلنا، اللي كل واحد نوبي موجود فيك يا مصر من ال7 مليون موجود هناك قدهم 8 مليون. أنا ليا 5 6 خلان وخالات هناك، كل واحد فينا ليه صلة الرحم مع خط عرض 22 الرابط ما بين مصر والسودان الذي وضعوه الإنجليز، لن يكون فاصل بيننا. من أجل ذلك في تنمية بيننا وتعاون مثمر ما بين نوبيين مصر والسودان للحفاظ على التراث النوبي وعلى الهوية النوبية وعلى الكيان النوبي الذي يعتبر جذر النخلة لمصر. مصر يجب أن تهتم بالثقافات والتعددات في الثقافة، وخصوصا في جنوبها إذا كان في الأقصر، في قنا والأقصر وأسوان. مين يا أستاذ مسعد السد العالي كان بناؤه ضرورة لمصر، الانتقال من ري الحياض إلى ري الدائم إلى خزان أسوان كان بيخزن لمدة سنة، فكان بناء السد العالي ضرورة. وكان أهل النوبة من أكثر الناس المشجعين، ويكفي استقبالهم من عبد الناصر بيقول إن بعكس ما ناس بيقولوا أهل النوبة كانوا معارضين، لا، أهل النوبة كانوا مرحبين جدا بفكرة بناء السد العالي وهكذا. عايز أشير لحاجة مهمة جدا، أهالي النوبة كانوا فرحانين بعبد الناصر وكانوا سعداء بعبد الناصر، وعبد الناصر عمل اسم لمصر على مستوى العالم، والثقة اندبت في أهالي النوبة ناحية هذا الرئيس العملاق ووثقوا في كلامه، لكن لم يعطيه الزمن الفرصة. إذا قلنا
قال الكلام ده وتم الهجرة في سنة 63 و64. هتلاقي في نكسة حصلت سنة 67. هتلاقي في الأرض بان عيوبها سنة 68. توفاه الله سنة 70. من يكمل المسيرة بعده من رؤساء لكي يعودوا أهالي النوبة على ضفتي النيل شرق وغرب مرة أخرى. عايز أشير إلى حاجة، إذا كان أهالي النوبة وافقوا فوافقوا للكلام اللي اتقال اللي كان المفروض يتحقق وما اتحققش. في بعض من القيادات النوبية والله يرحمه عم محمود السيالي رفض وقال اطلعوا لفوق ما تهاجروش، لكن ما حدش سمع. ويمكن أنا عملت كتاب عن عم محمود السيالي اللي كان له رؤية مستقبلية لما سوف يحدث في المستقبل رحمة الله عليه. وكذلك حدث فعلا ان في بعض منا مع منظمة اليونسكو اتعمل هناك، منظمة الفاو اتعمل جنوب السد بيت و5 فدادين. وللأسف الدولة طبعا أهلنا وناسنا إذا كان في سوهاج أو في جنة أو في كفر الشيخ فيجوا ويعمروا في هذه المنطقة وادوهم كل بيت و5 فدادين. كان الأولى إن أهل النوبة الأول هم اللي ياخدوا، وللأسف حاليا لا يوجد منهم لأن لن يعمر أرضها إلا أهلها. عايز أشير إلى شيء مهم جدا. الإعلام، أنا بقول الإعلام المصري لأن في تشابه. هنا يا أستاذ مسعد فعلا كنت عايز أسألك عن حاجتين، الإعلام المصري والفن النوبي. نبتدي بالإعلام المصري، وأنا متأكد إن لكم بعض المآخذ قديما، لكن الإعلام المصري اختلف دلوقتي، فأنا عايز تقول لحضرتك إيه رأيك في الإعلام المصري ثم الفن النوبي. الإعلام أنا عشان كده بسجل بقول على طول 24 دقيقة الحلقة. الإعلام المصري أعتب عليه في شيء، إن هو قبل ما يطلع حد في برنامج تلفزيوني يجب أن يعلم من هو وكيف يتحدث، وتكون الأرقام والإحصائيات يكون موثوق فيها، لأن في المشاهد المصري في حالة بلبلة مش عارف إيه هي القصة. وأنا يسعدني أنا أو بعض مني من سبقوني وقعدوا وتحدثوا يعلمون تماما كيف يتحدثون عن أهل الجنوب، أهل الجنوب مصر. في سياق حديثنا إحنا مصر مش النوبة بس، لا، أنا ذكرت العبابدة والبشرية والجعفرة دول عصب مصر اللي لازم إن إحنا نهتم بيه. عشان كده بقول للإعلام المصري يجب البحث الأول على من تجلسون معه ويطلع قدام المشاهدين ويتكلم أن تكون فعلا كلمته صادقة، ويكون فعلا من يتحدث، لأن في بلبلة في الإعلام المصري مش فقط على النوبة لكن على مستوى مصر. لكن أنا بتكلم عن الشخصية النوبية وتناولها في الإعلام المصري. احنا الشخصية النوبية وتناولها الإعلام المصري في تعددات. يعني احنا النهارده بنتكلم وفي ناس بتتكلم عن الثقافة، وفي ناس بتتكلم عن التراث، وفي ناس بتتكلم عن الرياضة، وفي ناس بتتكلم عن الفن، وفي ناس بتتكلم عن الحقوق. دي كلها هيكل تنظيمي موجود. احنا موجودين هنا هو في القاهرة 62 جمعية ونادي ورابطة، وأصلنا هو نصر النوبة. نصر النوبة اللي فيه 44 قرية، ومركز وبندر أسوان اللي فيه 17 قرية، وقنا والأقصر اللي فيه أهالينا النوبيين. إذا كنا احنا بنلبس البدل هنا، لا ده مش أصلنا، لكن أصلنا العمة والجلابية. ومهما رحنا ولا جينا هو ده أصلنا العمة والجلابية. عايز أرجع وأقول انتبهوا، لأن على مستوى مصر في فتن وأكاذيب بتطلع. واجه، اتكلم مباشرة، اسأل مباشرة عشان نقدر نوصل لحقيقة، لأن في الآخر لو وصلنا للحقيقة هنرفع من شأن مصرنا الحبيب. لكن هل تعتقد أن الهجرة كان لها آثار إيجابية أيضا في المجتمع النوبي؟ كنا دايما بنقول الهجرة وسلبياتها وإيجابياتها، ودايما كبارنا اللي ما بيعرفوش يتكلموا لغة عربية كويس، بيتكلموا نوبي مكسر، يقول لك احنا خرجنا بره الحضانة. الحضانة دي اللي كانت بتحرسنا، اللي هي من جنوب السد لحد وانت رايح جنوبا. يعني ايه حضانة؟ انت عارف يعني الحضانة اللي الطفل بيتحط فيها وبيطلع بيتلوث بالبيئة اللي حواليه. مش عايز اقول ان احنا اتلوثنا كتير، لكن حصل تلوث. عشان كده بنقول ايه؟ عاداتنا وتقاليدنا ولغاتنا يجب على الدولة ان تهتم بيها ولتحافظ عليها. عشان كده بنقول الأولى بجنوبها يعمروها أهل